واش عارفين بلي روبن اللي كان كيعاون باتمان رجع من الموت ولا واحد من اخطر الفيلنز اللي كيحارب باتمان؟ هاد الشخص هذا هو ريد هود وسميتو الحقيقي هي جيسون جود. جيسون كان تاني روبن بعد ديك جريسون، ولكن ملي تواجه مع جوكر عنده واحد الطريقه غاصحه وفي الاخر جوكر فرقع البلاصه وخلاه يموت. باتمان وصل معطل وما قدرش يعالجو. من بعد سنين جيسون رجع للحياه بسبب لازاروس بيت. هاد لازاروس كيخلي البنادم يرجع للحياه، ولكن ما رجعش كيف كان، رجع عامر بالحقد وخونه معصب وهرب ليه. بدل ما يحارب مجرمين بنفس الطريقه ديال باتمان رجع لغوثام، ولكن ريد هود ولا كيستعمل هاد المره سلاح. مابقاش عنده مشكل انه يقتل اي مجرم كيف ما كان، المهم انه بلي شي مجرم كيقتلو من الاخر. وكان كيقول باتمان كيبليمي كيقول ليه راك انت كون قتلتي الجوكر من الاول ما كانش غادي نموت وما كانش غيطرى ليا الشيء كامل وسببك كيموتوا بزاف د الناس. من بعد ولات العلاقه بيناتهم وحده من اصعب العلاقات في دي سي. الجوجهم باغيين نفس الحاجه ولكن كل واحد الميثود ديالو. باتمان باغي يصوفي بنادم، باغي يحبس بنادم، وريد هود ما عندوش مشكل يقتل اي واحد كيكروسي داك اللاين. الا كان كيعجبك الا بغيتي كان كيعجبك الكونتوني ولا عجباتك لادابتاسيون ديال هاد ريد هود، فراه تقدر تفرج في الفيلم ولا تقرا في الكوميك بوكس. ريد باتمان اندر ريد هود راه من التسميه جوج ناس ليستوار، واحده من احسن القصص اللي كاينه في دي سي واللي كاينه في الكوميكس اون جينيرال. الفيلم راه فريمون غوتد، تقدر تفيري فيه. ولا بغيتي قصص اكثر على باتمان دي سي مارفل كوميكس ولا كيما بالدارجه تقدر تشيكي لاشين ديالنا. دير فولو عجبك البلان.